ذو الحجة 1436 16 سبتمبر 2015 بيأكد ويجدد ويدعم على انه العالم العربي لا حول له ولا قوة. بيؤكد ويجدد ويدعم على انه اسرائيل فوق القانون. بيؤكد ويجدد ويدعم على ان المسجد الاقصى في خطر. بيؤكد ويجدد ويدعم على ان الجامعة العربية ماتت. بيؤكد ويجدد ويدعم على أن مجلس الأمن وعلى أن الأمم المتحدة وعلى أن بان كي مون وعلى أن أوباما لا حول لهم ولا قوة عندما تقوم إسرائيل بأي اعتداء سافر ومنحط وإرهابي على أي مكان من الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الأمر مش مزايدة ولا نفاق للمسجد الأقصى، لأنه محدش بينافق واحد من أهم المساجد بالنسبة للمسلمين، وده تاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. بناه عبد الملك بن مروان، والوليد ابن عبد الملك ابن مروان يعني استكمل بناؤه بعد وفاة والده. إذن احنا قدام قيمة إسلامية وتراثية وحضارية ودينية كبيرة جدا، لكن لا يوازيها أي اهتمام من جانب العالم العربي ولا جانب حتى الإعلام العربي الحقيقة. يعني الأمر بقى دلوقتي بقى قائم على خبر يعدي كده على الشاشة وخلاص، أو استرابة كده تتكتب، أو خبر يتكتب على بيسموه البار نيوز، الأخبار اللي بتبقى بتتكتب تحت دي بس. لا يتعدى الأمر يعني بهذا الإجراء. لكن شاهيناز عزاب نقل بكرة عن أمين عام الجامعة العربية بجلالة قدره السفير أو الدكتور نبيل العربي رفض الجامعة. رفض الجامعة. أنا خفت يعني صحيح، وأنا بقرأ جرايد بكرة كده شفت التصريح بتاع الأمين العام للجامعة العربية، حسيت كده ان دمي بيفور، انه احنا خلاص ده طالعين على القمر. خير يا عم العربي؟ قال لك احنا رفض الجامعة للاقتحام الوحشي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الأحد الماضي لحد النهاردة. طبعا بيتكلم عن اقتحام المسجد الأقصى، ونفس الكلام، ولا بد من اتخاذ موقف فاعل ومؤثر من جانب المجتمع الدولي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. الدكتور نبيل العربي لم يكتفي. هو أصل الدكتور نبيل العربي بحكم منصبه مش بحكم شخصه، هو راجل على عيننا وعلى راسنا، لكن بحكم منصبه لا حول له ولا قوة. هو المنصب بتاعه من جنس المكان، يعني منصب أمين عام الجامعة العربية من جنس الجامعة العربية نفسها، من إطار الجامعة العربية نفسها، اللي هي من إطار العالم العربي نفسه، اللي هو جثة هامدة. جثة هامدة. مش عارفين يعني ناخد نفسنا مع إسرائيل. إسرائيل عمالة تدينا باللقمية مرة وبالشلوت مرة وبالقلم مرة وحاجات كتير وإحنا ساكتين. أنا مش بقول لك حارب، لكن في إيديك 100 وسيلة خلاص. ليه بقى؟ أمريكا وإسرائيل كله نايم 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 نايم. كل العالم العربي بلا استثناء كلنا مشغولين بهمومنا الداخلية، لكن هذا أمر لا يغنينا على ان احنا نهتم شوية وندي صورة قوية وفاعلة للي بيحصل للمسجد الأقصى. لو دورت على مصر هتلاقي فيه مشاكل داخلية وفي أزمة يعني مخليه الناس تلف حوالين نفسها دلوقتي. عندنا السعودية، أنا بتكلم على الدول الكبيرة الفاعلة، عندنا السعودية في الحج دلوقتي وموسم الحج والإجراءات الأمنية والموقف الأخير اللي حصل